الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. بهذا البيت الرائع أبدأ الدفاع عن موكلي، رغم أن موكلي يا سادة ليس بحاجة لدفاع، بل أنني رفضت تقاضي أي أتعاب في هذه القضية ليقيني بأن أي مليم سوف يدخل جيبي سيكون حراما. وسأوضح لحضراتكم إن كل أوراق القضية غير منطقية، وأدلة الاتهام التي ساقتها النيابة أدلة واهية، مجرد كلام مرسل أونطة يعني، سواء تهمة القتل العمد أو التهمة الأخرى الخاصة بالإتجار بالمواد المخدرة، والتي انساقت فيها النيابة وراء محضر فاسد الإجراءات ومخالف لكل القوانين والأعراف، مما يهدمها جميعا ويجعلها غير ذات موضوع. يا أستاذ ادخل في الموضوع لو سمحت. سيد القاضي، حضرات المستشارين، احنا فعلا جوه الموضوع، وانا اوجه كلامي لعدالتكم، لعدالة منصتكم، للرأي العام، للشارع، لمصر كلها. يا أستاذ احنا هنا في محكمة مش على الهوا. سيد القاضي، حضرات المستشارين، احنا فعلا جوه المحكمة. خميس ابو سنة الشهير بأفندينا سليل عائلة كريمة عاشت تجاهد في خدمة هذا الوطن، اصحاب مصنع كبير المعسل، فاتحين ابواب رزق لناس كتير، العمال رجال ونساء، شيوخ واطفال. عشان كده انا اعتبرت ان كل مليم هاخده من القضيه دي حرام. خميس ابو سنه نموذج للشاب المناضل الذي كافح منذ الصغر ليصبح رمزا، قدوه، وهو تربيه ايد سيده كريمه، هي الست ضويه، هذه السيده القاعده اللي ربته احسن تربيه، باختصار جعلت منه راجل نفتخر بيه كلنا. ايه اللي انت بتهببه ده؟ انا معلمه؟ ايوه تعال. مال ايدك خرعه كده؟ اتفضلي يا معلمه. تفردها كده، تخبط عليها كده وتكبسها، تسلك معاك، ومزنة فندينا يرضى عنك. ماشي يا حاج. مية مية يا معلمه. لما يا رجاله الوقت ازف. ما تقلقش يا معلم، يلا واقف. ظبطت مع اولاد النوح وهيبقوا جاهزين في الميعاد. 100 فار بيلعبوا في عبي لما بسمع سيرتهم. السوق ياما بيلم يا حاجه، واللي فلوسه حاضره هو اللي بيشيل. دول ناس سكتهم عوجه ونيتهم وحشه. ملناش فيه، احنا شغلنا نضيف ومزلنا على الشعرايه، واللي هيفكر انه يقل معانا خلي عينك في وسط راسك، افرش نضرجيه ياما عشان تأمن نفسك. حاصل يا ست الكل، مش ناقص بس غير دعواتك. بتبارك يا حاجه. ربنا يجعل لك في كل خطوه سلام. يلا يا رجاله. يلا ابو جمعه. ابو سنه هاتها جمايل يا رب. خد بالك منك. نتبارك يا حاجه.
قضية أقل ما يقال عنها إنها مهلهلة وبلا أسس، لا أدلة، لا قرائن، لا شهود، مجرد فخ تم نصبه لموكلي من ناس انعدمت ضمائرهم، ناس انتزعت من قلوبهم الرحمة وامتلأت حقد وكراهية. هم دول أعداء النجاح، بل أعداء الوطن. تمام يا فندينا، في ميعادك مظبوط. احنا كل شغلنا مظبوط. هتقول له طلع البضاعة الأول. وماله طل، بس سلم تستلم، مش ده العرف. ما أنا عارف، وكمان جاهز، بس أحب أطمن. طمن وماله، ما يضرش. والله زمان يا غريب. خير. أصلي حقك يا خميس. أصل يا غريب. أصل يا فندينا. خيانة يا خميس، الفلوس البضاعة راحت. عملتها يا ابن النوح. كده يبقى سلمنا للحكومه وخلصنا منه. عفارم عليك يا ابن النوح. ما خلصتش منه يا غريب. هقتلك يا خبيث. امشي مع الرجاله انت، امشي. ارجع خد الرجاله وامشي دلوقتي يا خالد. لازم تهرب يا خميس، الحكومة طبت. اقول لك امشي. اسمع الكلام يا خالد، روح لامي. امشي. هتموت يا غريب. امشي. يلا ثمن الخيانه الموت يا غريب. خلي بالك. رصاصك خلص يبقى هتموت. ارمي سلاح يا خميس. سلاح.
ثم ان اهل المجني عليه ما اتهموش خميس ابو سنه بقتل ابنهم، بل على العكس كل اقوالهم لصالح موكلي، سيما وان الشهود وتحريات المباحث افادت ان موكلي لم يكن يقصد قتل المجني عليه. اما بالنسبه للتهمه الاخرى والخاصه بالاتجار بالمواد المخدره فالمعمل الجنائي قد افاد بسلبيه جميع العينات المضبوطه، وده دليل فني ملزم للمحكمه يا فندم. يعني احنا في السليم يا سعاده الرئيس. وشكرا. الحكم يصدر بعد المداولة. رفعت الجلسة. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد المداولة والاطلاع على أوراق الدعوة ومواد الاتهام وسماع المرافعة، حكمت المحكمة حضورياً على المتهم خميس عنتر أبو سنة وشهرته أفندينا بالسجن 7 سنوات مع مصادرة السلاح المضبوط. رفعت الجلسة. ألف مبروك يا ابني، ألف مبروك يا كبير. روح أما خير، ما تخليهاش تيجي تزورنا. ما تقلقش يا ابو جمعه، هيعدوا اوام. روح ياما. مع السلامة يا حبيبي. ريحيني روح ياما. مع السلامة.